أشرف عقل جيت نوضح لكم الفرق اللي ما عارفينوش بين الركوع والانحناء. الركوع يكون لله تبارك وتعالى، المغاربة شعب مسلم يركعون لله، وهذا اللي كتشوفوا الانحناء من أجل الاحترام، وهو بروتوكول ديال ملكيات كثيرة في العالم بما فيها بريطانيا وحتى الدول ديال جنوب شرق آسيا. والمغرب بما انه مملكه عريقه كيفرض هذا البروتوكول على جميع السفراء بما فيهم انتم شوف الرئيس ديالكم كيفاش كان ملي كان كيعطي الاجلال والانحلاء للملك محمد الخامس. وين كنتي ناسي افكرك. How are you? Hello. Great to see you. Thank you very much. Thank You you. also. Please, Thank you. باين معك عمر سيدي. عمر سيدي الله يطول عمر سيدي. بارك الله فيك. هذا سعيد. شكرا جزيلا على هذه الحفوة في استقبال، واحنا فرحين بسنين ناعمة وسنين هذه الساعة المباركة. يا واحد احنا فرحانين. الله يبارك عمر سيدي. الله يعينك. تفضل. They were saying in Israel that the number one destination for Israelis is now Abu Dhabi. جميع سفراء وقناصل الدول الأوروبية ملي كانت تعطى لهم الفرصة واحد 5 دقائق أو أقل باش يحضروا أمام حضرة سلطان المملكة المغربية الشريفة العريقة، كانوا كيسجدوا ويمدوا يديهم أمام هذا الكتاب هذا اللي هو كتاب ديال والتر هاريس. شكون هو والتر هاريس؟ هذا عينته ملكة بريطانيا فيكتوريا في المغرب، وكان كيكتب كصحفي في جريدة تايمز، وكان عاصر السلطان الحسن الأول وحتى السلطان مولاي عبد العزيز، يعني من فترة 1887 وبقى في المغرب حتى 1927، وكتب تفاصيل مهمة على البروتوكول الملكي وعلى البلاط الملكي وعلى أحداث أخرى وقعت في المغرب، منها وفاة الحسن الأول وأشياء أخرى. يحيك ويدير الحجاب على الراس والطربوش الحمر ديال دار المخزن وكيلبس فوقها السلهام ويغطي راسو. هاد الطقوس المخزنيه ماشي الملك محمد السادس اول من دارها، هي طقوس مخزنيه متوارثه من ملك الملك حتى الاول ملك. بعدها كيخرج سيدنا وكيكون جنبه ولي العهد واصحاب السمو من الامراء والشرفاء العلويين، وكيكونوا سابقين المشاوريه والحجاب وحناطي المخازنيه والمزارقه والقياله. هذه اسماء والقاب الناس اللي خدامين في دار المخزن، كيوقفوا كلهم قدام الباب، وكتكون الفرقه ديال 55 كتعزف المعزوفه الملكيه. يجي الملك وكيكونوا قدامه 6 ديال الخياله افخم واجود انواع الخيل، والملك كيكون عنده الخيل السابع، ومن الشروط هذاك الخيل خصو يكون دهم ولد دهم، خيل اسود شديد السواد. كيقول خالد الناصري في كتابه الاستقصاء بان اول ملوك الدوله العلويه كان عرشه على صهوه جواد، يعني تنصب على صهوه الجواد. فبقى هذا الطقس كيتوارث مع ملوك الدوله العلويه حتى وصل لملكنا محمد السادس. كون ورا الملك العربه الملكيه، وكيوقف قدام باب القصر الكبير وجنبه الحاشيه والامراء والشرفاء. وفي المنصه الشرفيه اللي كتكون في الجنب كيكونوا فيها الضيوف رفيعي المستوى، سفراء اصحاب حقائب دبلوماسيه وضيوف اجانب، ضباط ديال الجيش وجنرالات، شرفاء وزعماء القبائل الصحراويه، ولاة وعمال وبشوات وقياد، وضيوف الملك. وقف الملك قدام باب القصر وكيكون قدامه وزير الداخليه، والصف اللي مور وزير الداخليه كيكونوا فيه ولاة وعمال المملكه. مور هذاك الصف كيكونوا الحجاب والمشاوريه، مجموعه من خدام القصر كيكونوا ورا كل صف. اول واحد كيبدا الطقوس المخزنيه هو وزير الداخليه. كيوقف وزير الداخليه وفي الجنب كيكون واحد كيتسمى رئيس الحرس الشرفي، وكينطق بالصوت العالي وكيقول الله يبارك في عمر سيدي،
كيكونوا الولاة العمال ومراهم الحجاب والمشاوريه كيردوا في صوت واحد. الله يبارك في عمر السيد. تقبيل يد الملك وامتطاؤه لحصانه أو صهوة جواده بينما تقف الرعية مهللة تعد من طقوس القصر الملكي المغربي. وفي حين تحيط القصور الملكية نفسها ببروتوكولات تهدف لتوطيد قدسية وشرعية سلطة الملك، فإنها تكون أكثر تجليا في المناسبات الرسمية والدينية، مثل ما حدث أثناء توجه الملك محمد السادس وولي العهد لإحياء ليلة القدر، حينما تقدم وزير الأوقاف على، وهو طبعا ولي العهد، فكيف كانت ردة فعل ولي العهد على ذلك؟ هذه الصورة مشاهدينا تظهر وزير الأوقاف وهو يتقدم بخطوة على ولي العهد. دعونا نتابع الفيديو. نتابع هنا في هذا الفيديو يظهر فيه الحسن وهو يذكر وزير الأوقاف أحمد التوفيق بالبروتوكول القاضي بأن يمشي ولي العهد خلف والده ومن خلفهما الوزراء والمسؤولون. جاء ذلك بعدما تقدم عنه الوزير محاولا اللحاق بالملك، فما كان من الحسن إلا أن طلب منه العودة إلى الوراء. كيف رأى المغاربة هذا التصرف؟ تدوينته هذا دليل على أن ولي العهد يركز جيدا ومهتم بالمسؤولية، ومثل هذه الأمور في شخصية الحاكم تتطلب الحزم والصرامة والشجاعة واتخاذ القرار المناسب. كل هذا يتوفر في شخصية الشاب اليافع الحسن الثالث. أما هنا عمر يقول أن الأمر بكل بساطة تحمس الوزير بزيادة الالتحاق بجلالة الملك ونسي أن هناك ولي العهد وذكره بالبروتوكول بكل لباقة ولطف، وفطن الوزير للخطأ واعتذر. غادي نخليكم تسمعوا وخصوصا تستمتعوا، ماشي غير تسمعوا، تستمتعوا بما كتبه الأجانب والبريطانيون خصوصا، وهذا الكاتب اللي هو والتر هاريس. حاول الوزراء أن يجبروا الإسبانية على الاختفاء من المكان، وهو ما كانت المسكينة تسعى إليه أيضا. وظل السلطان صامتا وانتهى، وسرعان ما اعتاد على الأمر وأبدى تجاوبا كبيرا في الحديث معي. أخبرني مسؤول التشريفات أن لقائي مع السلطان لن يدوم سوى بضع دقائق، لكنه طال وامتد إلى حوالي ساعة من الزمن. كان السلطان جالسا وبقيت أنا طيلة الوقت واقفا ولم أبدي أي اعتراض على هذا الأمر. على أي حال، لقد حققت انتصارا أثناء زيارتي للقصر بعد أن رفضت أن أجلس وذراعي مسندة إلى الأرض تماما كما يفعل الأوروبيون في حضرة صاحب الجلالة. عنوان: الأوروبيون ينحنون على الأرض،